انت عارف انك ممكن تكون بتعمل دايت صح وبتاكل اكل صحي وبرضه وزنك بيزيد. السبب الكربوهيدرات، النشويات. مش علشان بتاكلها، لا، علشان امتى وازاي بتاكلها. بص خليني اقول لك حاجه، الكرب مش عدو. جسمك بيحب الكربوهيدرات بس بيحبها اما يعرف يتعامل معاها. يعني ايه؟ يعني لما تاكل كربوهيدرات الصبح او قبل التمرين جسمك بيستخدمها كطاقه، لكن لما تاكلها بالليل وانت قاعد بتتفرج على المسلسل او رايح تنام جسمك بيقول لك شكرا على الطاقه، خزنها دهون. تعالى نبسطها، فطار فيه شوفان او عيش بلدي جامد، غدا فيه رز بني او بطاطا تمام كده، عشاء فيه مكرونه اوبس، راجع نفسك. المشكله مش في الكميه، المشكله في التوقيت. امتى تاكل كربوهيدرات؟ فطار اهلا وسهلا، قبل التمرين ده وقتها، بعد التمرين كويس لو هترجع طاقتك، قبل النوم ممنوع. لو حركتك كتير 3 مرات في اليوم. طب لو حياتك هاديه مره او مرتين كفايه. لو عايز تخس خليك ذكي، تابعني وقلل كميه وخلي المصدر نظيف. طب يعني ايه مصدر نظيف؟ يعني كربوهيدرات بطيئه الهضم، مش سكريه وسريعه الامتصاص. طب زي ايه؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.